مستوى تقديم صفقات الزمالك من مقبول لجيد، لكن في حاجة كده كنت حابب أعلق عليها. لو لو على الإسقاط، ولو على شغل البلالين وشغل التلقيح بتاع النسوان، فهو سهل. أنا ب2 جنيه في إعلان أحمد شريف رحت ماسك بالونة، رحت عاملها كده خلاص. شغل التلقيح سهل، شغل التلقيح مفيش أسهل منه. شغل النسوان انت جامد قوي، وعرفت مصر كله بيتعمل ازاي، لان انت مناسه، ولان انت نادي مالكش لازمه. فبلاش، انت بكل الامكانيات وبكل الفلوس اللي معاك وبكل الحاجات اللي انت ممكن تعمل بيها تقديمه جامده، بتيجي تلقح بيبقى شكلك اهبل. وشغل ايه بقى؟ بعيد عن اي وجع قلب، انت عبيط ما بتعرفش تلقح. انا باعلان بتلات ابيض اديتك واحده تلقيح، جبت لك التهابات. وبعدين انت زعلان ليه؟ مش انت اللي كنت بتقول عليه بالونه؟ لما اجي اقول عليه بالونه تزعل وتتقمص؟ ينفع؟ لما تبقى بتعرف تلقح خليك ثابت، عشان انت قلت عليه بالونه، فانا باكد لك انه بالونه. تمام؟ دي حاجه. الحاجه التانية، احنا عندنا احمد شريف اللي بنسبه كبيره جدا كلنا عارفين انه اهلاوي، وهنوريك بقى الاهلاوي وهو عندنا، وهو بيديك تلقيح وبيديك كلام ملوش لازمه. تمام؟ التانية بقى، اتقل على ادم كايد، واحنا بنعمل بقى واحده اسقاط على الدنمارك بتاعك اللي مش عايز يقعد، الدنمارك اللي مش طايقك، الدنمارك اللي قالك ما ترنش عليا تاني، معاك وكيل يتكلمه. لكن انا تقيل عليك، انا ما تعرفش تقعدني، انا ما تعرفش تعمل لي تليفون تخليني اعرف اقعد. تمام؟ فلما تيجي تكلم الدنماركي اللي هو الفدائي، تكلمه عدل، وتقوم تقف وانت بتكلمه، لان ده وسام الدنماركي. تكلمه وتجيب ناس بتعرف تتفاوض، لان الخطيب ده هلهوله ملوش لازمه. لو مش عمل 50 تليفون، لو عمل 1000 تليفون، مش هيعرف يقعد وسام. وحلق بقى على امام وطلباته، وحلق على قفشه وحسين الشحات الهلاهيل اللي ما يعرفوش يلعبوا كوره على طلباتهم، وحلق على مروان عطيه اللي كان لسه ماضي بتلات ابيض وعقده اختفى فجاه سبحان الله، ولحق على طلباته. والله يكرمك يا عم زيزو، حبيبنا يا عم زيزو، والله يكرمك على اللي انت عملته في اوضه اللبس. اوضه اللبس ما بقتش بخير. اوضه اللبس اللي كنتوا بتحكوا عليها عندنا، متنسوش تتكلموا عليها وهي هناك. اوضه اللبس اللي باظت، ومنها لعيبه مشيت، ومنها لعيبه هتمشي عشان طلباتهم تقيله. سلام يا غساله.